أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى
ألم يك نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا إذا نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ارحم فقيدنا واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين أكرمه بكرامة القرآن زينه بزينة القرآن شفع يا رب فيه القرآن اللهم نور قبره بنور القرآن يا كريم يا حنان يمن كتابه يمن كتابه يسر حسابه
اللهم آنس وحدته ببركة القرآن. اللهم اجعله من أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم ارحم أمواتنا واشف أمراضنا يسر أمورنا وسع أرزاقنا اقض عنا ديننا. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء، احفظ أرضها وسماءها وماءها يا رب العالمين، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود سدد رميهم. اللهم ثبتهم وصبرهم يا رب العالمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم يا ربنا لا مأوى لهم إلا أنت فكن معهم يا رب العالمين. يا مولانا يا مجيب من يدعوك لا يخيب، اقض حاجتنا قريب يا حاضرا لا يغيب. فوضنا الأمر إليك وتوكلنا عليك ولا ندعو ولا نشكو إلا إليك. إلهنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا بكرمك يا الله. الفاتحة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، إنه على ذلك من الشاهدين. استمعنا إلى آيات مسك الختام تلاها ورتلها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ سامي شاهين، القارئ والمقيم بدفرة مركز ومدينة طنطا، بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية تحت إدارة أولاد الحاج محمد إيناوي بكر المقيمين بدفرة مركز ومدينة طنطا. أما مع المعرض الفني للفراشة الحديثة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة تحت إدارة أولاد الحاج إبراهيم بركات تحت تصميم وإدارة المهندس حمدي بركات المقيم بالعجيزي. باسم صاحب العزاء نشكر كل من وسانا وتحمل متاعب السفر، وسعيكم مشكور جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.